السلام عليكم صحباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب روسات زاهيه. جبت لكم اليوم وصفه اقتصاديه وبزاف هايله وبنينه وخفيفه كما العاده. راح تعتمدوا عليها في افراحكم وفي اعيادكم وفي مطبخكم. باينه بيان سور كما تقول زاهيه. جبت لكم حلوه المشوك اللي يبغوها كامل الجزائريين، واللي ما يستغناوش عليها كاع كامل في الاعياد. كما على بالنا المشوك محبوب الجزائريين. صلوا على رسول الله ونبداو المقادير وطريقه التحضير. عندي ريسيبيو حطيت فيه 500 غرام تاع الزبده وقرصه ملح وكاس سكر احرش، وبعد ذلك نضربوه بالباتور كما راكم تشوفوا في لا فيديو. نضربوه مليح مليح السكر مع الزبده حتى يتجانس كامل الخليط. والبنات انا ننصح في هذه الوصفه سكر حرش، ما نديرش سكر كلاصي، باسكو السكر حرش يجي بزاف شباب فيها. كي نضربوه بالباتور حيذوب، ماهوش راح يقعد هذيك التغزغيزه تاع السكر. نيفيتي السكر كلاصي، باسكو السكر كلاصي فيه النيشه وحيبس لنا الكاطو تاعنا، وحنايا نحوسوا على هذيك الطراوه والهشاشه اللي في المشوك. وحنا ضربنا بالباتور، حنا عندنا 4 صفار و4 كاملين، نزيد نضيفوهم للخليط ونزيد نضرب مليح مليح. البنات ديروا لايك، ديروا اشتراك باه يوصلكم كل جديد. البنات هذه الوصفه حتقطع لكم 55 حبه، تحتاجوها في المناسبات، في الاعراس، في الاعياد، وخاصه الا كنتي خدامه بغيتي ديري حاجه باش تشربي قهوه صباح مع اطفالك، حتكون سهله وبزاف اقتصاديه وحتحتاجيها. بعد ما ضربنا درنا ملعقه كبيره تاع لافاني، ولا عندك لافاني عادي سائله تنجمي ديريها، ونديروا نص كاس مايزينا ونزيدو نكملوا نضربوا بالباتور كما راكم تشوفوا في لا فيديو. صحباتي سي الوصفه ماكمش رايحين تندموا عليها، باسكو تجي بزاف خفيفه وتجي بزاف شابه، خاصه الا كان عندك عرس واحتجتي كميه كبيره تاع الكاطو. تنجمي ديري هذه الوصفه وتساعدي بها روحك، ديرهم في لي زاسيات كما رانا نشوفوا في الاعراس. ونكمل نضرب حتى يتجانس كامل الخليط. نحبسوا الباتور كما راكم تشوفوا ونديروا 2 باكيات خماره في 500 غرام تاع الماغارين، ونزيدوا بالفارينه، نلموها بالفارينه كما راكم تشوفوا. البنات راني نقول ونعاود 2 باكيات خماره في 500 غرام تاع الفارينه، ونطموها مليح مليح. ونبدا خطره خطره ونتستي الى راهي خاصتنا الفارينه نزيدو. تقدري تستعملي اي نوع من الفارينه اللي عندك، ما يهمش شو النوع. كما راكم تشوفوا انا خاصني ثاني زدت الفارينه ونزيد نلمها حتى نتحصل على عجينه طريه، ماشي عجينه كشغل ناشفه، حتى لوين انك ديري المشوك تصيبيه ملكد من الداخل، ما يجيكش خفيف ويجيك شباب. وانتيا ونوع الفارينه اللي عندك، كاين لي فارينه تشرب وكاين لي فارينه ما تشربش بزاف. بصح المشوك دوك كي نبداو نطمو فيه نعرفوا الا نزيدو ولا ما نزيدوش. كما راكم تشوفوا راني نلم فيه ونشوف الا خصني ولا ما خصنيش. الا ستا هكا نتوشي هكا بصبحتيه، البنات اللي مولفين يخدموا الصابلي ويخدموا لي كاطو وكلش راهم عارفين شنو نقول. هكا راح نتحصلنا على عجينه طريه، خلاص العجينه يتتنحلنا من يدنا. هذا هو القوام تاع العجينه اللي راني باغيه هكا نتحصل عليه باه يجي خفيف. كما راكم تشوفوا في الصوره، ها هي تتلاصق في اليد بصح مش هايطه بزاف كما راكم تشوفوا. بعد ما كملنا العجينه وطميناها كما راكم تشوفوا، عندنا هذاك درنا له ملعقه لافاني. لازم نديروا ملعقه لافاني في باير البيض باش ما تبداش تجي منه ريحه البيض، نحوها. وننصح بلافاني بودره، ما نديروش لافاني سائله في بايض البيض. وانا راني نشكل في المشوك تاعي نديروا الفرن يسخن على 180 درجه. البنات كما قلت لكم هذه الكميه تقطع لكم 55 حبه، وزني 28 ولا 30. انا كانت عيني هي ميزاني، باسكو كنت درتها قهوه للدار، وفي الدار يقولوا لي زهيه المشوك تاعك يجي خفيف بزاف خفيف، تقولي مسكوتو على ديك خطره خطره ونديرو. بغيت اليوم نشارك معاكم الوصفه هذه. انتم ثانيك صحاباتي ما تبخلوش عليا، ديروا لايك، ديروا اشتراك، بارطاجوا الفيديو مع صحاباتكم مع احباباتكم، حيجي بزاف شباب ويحمر الوجه. ماشي زي اللي دلكم حاجه ماشي شابه. راني نقول ونعاود البنات ماكمش رايحين تندموا عليها.
ونكمل نشكل الكميه كامل اللي عندنا. البنات انا نفضل ما نطيبوش في لاكيسات، نطيبو وحدو ونعسلو وحدو، باه كي نكملو من بعد ونطيبو ونعسلو يقعد في لاكيسات نقي. ما نبغيش هذيك لاكيسات تطيب وما تقعد فيها العسيله، مش راح يقعد لنا نقي. وحنا من الاحسن نبغوا الكاطو تاعنا يقعد نقي، خاصه الا كان تاع عيد ولا تاع عرس ولا كي رايحه لكاش وليمه ولا بغيتي تدي حاجه في يدك بلا هكا الله يحمر الوجه، من الاحسن طيبوه بهذه الطريقه. كما قلت لكم البنات، هنا بعد ما كملت كورته كامل درتو في الكاوكاو افيلي، ولا عندك كاوكاو عادي تقدري تطحنيه وتصيريه، هذاك الخشين نرمدوه فيه وتقدري ديريه، وذاك اللي يقعد لك الرقيق تقدري ديريه لداخل. ولا ما عندكش هذه الوصفه اقتصاديه تقدري ديري هكا. انا نورمالمون 20,000 كاوكاو دارت لي قطعت لي حتى 40 حبه، وعلى حساب المنطقه اللي تسكني فيها وشحال يدير الكاوكاو عندكم. هو احنا عندنا الكاوكاو افيلي ديال 44,000، 20,000 دارت لي 40 حبه. بعد ما كملت كامل الكميه اللي عندنا ندخلوها طيب على درجه الحراره 180 درجه. والا كانت عندك كوشه عادي تاع الحديد اللي نطيبوا فيها المطلوع كامل اللي كاينه كامل في البيوت الجزائريه، تقدري تزيدي لها من الفوق من تحت ومن الفوق على المتوسطه حتى يجي بطيابو كيما راك تشوفي فيه، يجي حمر ويجي مشقوق الله كيما راكم تشوفوا. نعسلوه نديروه في العسيله. العسيله البنات ما تكون خفيفه ما تكون ثقيله، تكون في المتوسط. وخلوه من 10 دقائق حتى لربع ساعه وهو يشرب كيما راكم تشوفوا. وتجي الحبه كبيره الله. انا قطعت لي 40 حبه باسكو درت عيني هي ميزاني، انا موالفه نخدم الكاطو هذا على ذيك ما نبغيش نوزن. واللي تبغي توزن دير من 28 ل 30 تقطع لك 55 حبه. انا كي تكون عندي لا كوموند تاع المشوك نوزنو 30 تقطع لي 55 حبه، وعلى حساب البايفان كي يكون عندك كبير صغير راكي عارفه. والفارينه ونعسلوه كيما راكم تشوفوا البنات، ونخلوه شويه هكا في العسيله ونقلبوه حتى ل 10 دقائق حتى لربع ساعه. ولا تقدري تنجمي تصنعي العسيله في الدار وتقتصدي على روحك، صنعي العسيله في الدار وعسليها به عادي كيما راكم تشوفوا صحاباتي. بعد ما كملت درت له حبه جوز. انا ما نفضل ندلو جوز ولا لوز، ما ندلوش الكرز باسكو اغلبيه يرموها ما ياكلوهاش، وحنا نديروا الحاجه اللي تتكل. ما بقى لي غير نقول لكم بصحتكم، انتظروني الفيديو الجاي ان شاء الله. واي حاجه تستحقوها ولا تبغوا تتعلموها خلوا لي في لي كومونتير. مع السلامه.